أول نقطة لفتت نظري في المصادر هي المقارنة الغريبة دي بين الكائنات البسيطة قوي والكائنات المعقدة اللي زينا. النقطة دي مهمة جدا. المصادر بتقول إن الكائنات الأولى اللي هي وحيدة الخلية زي البكتيريا والأميبا وكده، الكائنات دي نظرياً كانت ممكن تعيش للأبد، يعني ما كانش عندها مفهوم الشيخوخة أو الموت اللي في جيناتها ده. إزاي يعني؟ هي كانت بتنقسم، الخلية تبقى 2 والاتنين مطابقين للأصل، فمفيش فرد بيموت عشان يجي فرد جديد. الموت بالنسبة لها كان حاجة خارجية، حادثة يعني، ظروف مش مناسبة، كائن تاني ياكلها كده. لكن مع الكائنات المعقدة بقى اللي خلاياها كتير وبتتكاثر جنسياً، الوضع اختلف. تماماً. ظهر اللي بنسميه الموت المبرمج، يعني الكائن بقى متصمم إنه يموت بعد فترة معينة. طب وليه؟ إيه الحكمة يعني؟ المصادر بتربط ده بالتكاثر الجنسي والتطور. لما بقى فيه